السلفيون رجال شيوخا وطلابا كلهم إخوة كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هذا الذي يريده الله لنا. إذا أخطأ شيخك وانتقده شيخ آخر، والحق مع هذا الشيخ الآخر، كن مع هذا الآخر وانصح شيخك، انصح، لا تتعصب، لا يجوز لك أن تتعصب له. تعصبات جاهلية هذه. الإسلام والمنهج السلفي بريء منها، ونحن على هذا نربي ونبرأ إلى الله من تربية تخالف هذه التربية التي ارتضاها الله لنا وشرعها لنا. لو أخطأ ابن باز وابن تيمية ونقده أحد بحق فلا تغضب، نقده بعلم وحجة يريد وجه الله عز وجل. لا تقول والله هذا يتكلم على ابن باز ولا على ابن تيمية، إذا كان بحق وبأدب واحترام، لأن الهدف ربط الناس بمنهج الله، ولا نربطهم بأخطاء البشر كائن من كان.